كنهضر لكم على الحمام البلدي. خونا ايوب كيقول هاد القصه ماشي خيال، وهادشي اللي وقع ليا راه حقيقي وموثق في الذاكره ديالي بكاع التفاصيل، ومازال لحد الان كنحس بواحد البروده كدوز ليا في ظهري وواحد الخوف خفيف ملي كنتفكرو. شي سنوات هادي كنت باقي طالب في الجامعه، بالضبط في السنه الثانيه، وكان ديك الفتره ديال الامتحانات الصعيبه اللي كتخليك مدقدق نفسيا وجسديا. كنت كنسكن في حي شعبي قديم من هذوك الاحياء اللي كيشهدوا على التاريخ ديال المدينه، وكان فيه واحد الحمام بلدي كيعرفوه كاع الناس ديال الحومه. الحمام كان قديم، الحيوطه ديالو منقوشه بالزليج البالي اللي كان فقد اللمعان ديالو مع الوقت. الشكل ديالو كيبين القدم ديالو، بحال كل حجره فيه شافت اجيال واجيال. البخار فيه ديما مجهد لدرجه انك بعض المرات ما كتقدرش تشوف يديك قدامك، وريحته مخلطه بين الصابون البلدي والماء سخون، وواحد الريحه ديال الرطوبه اللي كتكون ديما لاصقه في البلايص القديمه. الناس ديال الحومه كبار وصغار كانوا ديما كينصحونا بلي ملي ندخلوا للحمام دخلوا برجليكم اليمنيه وسميوا بالله قبل ما تحطوا رجليكم، وما تكبوش الماء سخون ديريكت على الارض بلا ما تسميو، وما تقيلوش كتهضروا بزاف. حنا الشباب كنا كنضحكوا على هاد النصائح وكنقولوا غير الخرافات ديال الناس القدام، كنعتبروها حجايات باش يخوفونا من شي حاجه ما كايناش، او لا باش نحافظوا على النظافه ديال الحمام. ولكن في داك النهار المشؤوم غادي نعرف ان الخرافات بعض المرات كتكون حقيقيه وكتعيشها بكل تفاصيلها اللي ما عمرك ما كنتي كتوقع. في واحد الليله كنت عيان بزاف من القرايه، كان داز عندي نهار عامر وطويل، الدماغ ديالي كان عامر بالمحاضرات والمحادثات اللي ما بغاتش تدخل للراس، وعظامي كلهم مدقدقين. وقلت مع راسي نمشي نترخى في الحمام نفرغ داك الضغط كامل اللي كنت كنحس به. الوقت كان معطل شويه، ديك 10:30 ديال الليل او يمكن حتى 11. نتوما عارفين باللي في الحمام النهار ديال العيالات وبالليل ديال الرجال. بهذا الوقت ماشي بزاف ديال الناس كيبقاو في الحمام، وداكشي اللي بغيت نيت شي بلاصه هاديه نقدر نكون فيها بوحديتي. وصلت للحمام، الباب ديال الحديد القديم كان مفتوح شويه، وداك الضوء الخافت اللي خارج من الداخل اللي كيعطي الاحساس بواحد الهدوء اللي غريب. الكسال ديال الحمام كان جالس في البلاصه ديالو، راجل كبير شويه في العمر كينعس وكيفيق، وباين عليه العيا وكيتسنى غير وقتاش يسالي الخدمه ديالو باش يسد دخله. كيف ديما دخلت باليمين وقلت بسم الله، ولكن بالزربه وبلا ما نركز في الكلمات. دزت البيت البارد، البلاصه اللي كنحطوا فيها الحوايج ديالنا، حطيت الفوطه ديالي وعلقت حوايجي في واحد الشوكه اللي قديمه. الريحه ديال الحمام كانت مخلطه بين ريحه الصابون البلدي اللي كنعرفوها كاملين